الجولة التانية، الجولة الحاسمة. هتقول لي يا ابني انت عبيط، حاسمة ازاي؟ ده احنا لسه بادئين وبتاع ولسه بدري والكلام ده كله. انا بالنسبة لي الجولة التانية في الفانتازي دي اهم جولة في السيزون كله. دايما كل سيزون بيبقى بالنسبة لي اهم جولة الجولة التانية. هقول لك ليه دلوقتي وانت هتقتنع. سواء كنت جبت حلو او وحش فدي اهم جوله، لان انت الجوله الاولانيه لو انت جبت دلوقتي نقط كويسه فانت محتاج قوي قوي الجوله التانيه دي تاكد على استمراريتك الكويسه وتاكد على استمراريتك الحلوه علشان تكون انت بنيت صح من البدايه. تمام. وتجيب نقط كويسه الجوله التانيه تديك بقى ثقه جامده قوي وتكمل السيزون فعلا صح. تمام. الجوله الاولانيه لو انت جبت وحش فانت محتاج الجوله التانيه قوي ان انت تعوض، لان البدايه فعلا بتفرق قوي. لسه الماراثون طويل، وحتى لو جبت الجوله الثانيه وحش والجوله الاولانيه وحش بقى لسه بدري وكل حاجه، بس البدايه بتفرق، بتكون انت يعني بنيت صح. تمام. فالجوله الثانيه دي مهمه جدا جدا، سواء انت بقى كنت جبت وحش الجوله الاولانيه او جبت حلو الجوله الاولانيه، انسى خالص اللي انت عملته. الجوله الثانيه دي ركز قوي، لان الجوله الثانيه دي هتفرق معاك جامد. فاحنا هنركز مع بعضينا ان شاء الله، والحلقه دي هيكون فيها كلام مهم جدا. هالاند كابتنة 100% نكابتنه ولا نتربله، ولا اصلا نديها حته كده ليست للجبناء ونشوف كابتن تاني زي سولانكي اللي تتاكد لو هو هيكون اساسي. في اخبار بتقول ان سولانكي ما اتدربش امبارح وما اتدربش اول امبارح، مش عارفين ان الكلام ده لسه حقيقي ولا لسه هنستنى المؤتمر بتاع بوستوجوجلو. بس سولانكي لو بدا اساسي مع الغيابات اللي قالها شون دايتش في المؤتمر بتاعت ايفرتون، تاكد ان سولانكي اقل حاجه جولين او ما كانش هاتريك. سولانكي اسمع مني ده ماتش ينفجره بس لو لعب اساسي. ففي كلام كتير قوي هندردش مع بعضينا فيه في الحلقه دي، وحتى كمان تشكيلتي النهائيه هعمل ايه، عشان انا كمان فعلت الوايلد كارد الجوله دي. طبعا انت هتضحك عليا اول ما تسمع وايلد كارد انا فعلت، تقول لي انت عبيط ولا ايه؟ ده احنا الجوله الثانيه فيها حد بيعمل كده، وخصوصا ان انت يوتيوبر وبتاع. انا عايز اقول لك يا صديقي، لو انت ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت فانت فاتك عظمه. الحلقه اللي فاتت اتكلمت على الاستراتيجيه اللي انا دخلت بيها بدايه السيزون، اللي هي ان انا فعلت بنش بوست الجوله اللي فاتت، وانا كنت ناوي ان انا اعمل وورد كارد الجوله الثانيه، والحمد لله صابت معايا جدا. انا واخويا استقرينا ان احنا نعمل كده مع بعض يعني، وقعدنا ندردش مع بعض ويعني اقنعنا بعض بالاستراتيجيه دي. جبت الجوله الاولانيه الحمد لله 99 نقطه، فكانت جوله كويسه جدا وفعلا الاستراتيجيه نجحت جدا. والجوله الثانيه فعلت وورد كارد، هوريك تشكيلتي النهائيه هعمل فيها ايه واخر التطورات وكمان الماتشات، مين ابرز اللعيبه اللي هتتالق في كل ماتش على حسب الثغرات بتاعه كل فرقه. رفقا بنا رفقا بنا، لا 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 لا، انا اللي راح انجن مع هذول الانجليز، انا اللي راح انجن معاهم. فكالعاده صديقي، طالما وصلك الفيديو فما تبخلش عليا بقى بلايك واشتراك في القناه، علشان ده حقيقي بيساعدنا معنويا ان احنا نكمل في القناه. وكمان ما تنساش ان انت تصلي على النبي كالعاده وتروق بالك وتروق حالك خالص، علشان الحلقه دي حلقه مهمه جدا، والجوله دي جوله مهمه جدا زي ما قلنا، من غير رغي كتير ومن غير رغي كتير بقى. فيلا بينا. طيب مبدئيا كده يا صديقي سريعا، تعالى نبص سريعا على مين اكتر اللعيبه اللي بتتجاب الفتره دي. تمام. ويعني ايه تعليقنا عليهم ان اللعيبه دي ليه تتجاب، وفي لعيبه فعلا الواحد مش فاهم ان ليه ناس بيجيبوهم، وفي لعيبه من اللي بتتباع الواحد مش عارف لحد دلوقتي ليه ناس بيبيعوهم. عندك مثلا اكتر لعيبه اللي بيتجابوا دلوقتي في الفتره دي مزراوي، وانا مش عارف ايه كميه الاقبال على مزراوي دي. مزراوي لعيب جامد جدا، واحنا زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت مزراوي مش طبيعي، وحتى كمان انا كان معايا في الجوله الاولانيه، بس انا كنت جايبه في الجوله واحده بس، وبعد كده كده انا عارف ان انا كده كده في الجوله الثانيه هعمل وايلد كارد. مزراوي من ناحيه ان هو يكون اساسي، يفضل اساسي او لا، مضمون لحد الجوله الثالثه. بعد الجوله الثالثه تين هاج طلع قال ان لوك شو خلاص رجع، يعني هيرجع يعني بعد الجوله الثالثه. فهنا وقتها لوك شو الفدا المدلل بتاع تين هاج هيلعب اساسي باك شمال. الفكره بقى ان في مزراوي ولا دالوت اللي هيلعبوا باك يمين. احنا مقتنعين ان مزراوي افضل وكل حاجه تمام، سنه عاطفه عشان عربي زينا ومغربي وبتاع، سنه عاطفه وسنه كمان ان هو فعلا يستحق. مزراوي لعيب كبير مش لعيب قليل، تمام، ان ما كانش راح اليونايتد. بس الفكره في ان هو دفاعي احسن بكتير من دالوت، بس دالوت احسن بكتير كهجوم. فالفكره هل مثلا تين هاج هيلعب مزراوي في الماتشات الثقيله ودالوت يلعبوا في الماتشات السهله؟ طب ما احنا كده مش هنستفيد من مزراوي. فانا مش عارف ايه كميه الاقبال على مزراوي دي. تمام. 4.5 اضمن واحد في اليونايتد بسعر 4.5 كمدافع. مارتينيز ده هيفضل طول عمره يلعب اساسي على طول. هافرتز مليون في المية طبعا. تمام. ومع ان جدول الارسنال الاربع جولات الجايين مش اسهل حاجه، بس هافرتز يعني مليون في المية لازم يتجاب، خصوصا لو انت مش معاك ساكا.
تمام. ديجو يوتا بسعر 7.5 مليون، مهاجم ليفربول بيلعب خط نص، فليه الناس ما يجيبوش وكمان يعملوا دبل بين صلاح وديجو يوتا. اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. صلاح ويوتا مع بعض اختيار ديفرنشال جامد جدا. صلاح ويوتا مع بعض عملوا احصائيه كده مش فاكر 5% او حاجه مع مدربين الفانتزي، 5% بس ان هم يكون حد معاه صلاح ويوتا مع بعض في التشكيله واحده، فده اختيار ديفرنشال. معاك تاني صلاح طبعا، ساكا، برناندو سيلفا. مش عارف ليه ان الناس جابوه عشان اسيست، ولا برناندو سيلفا ده مضحك جدا، مش بتاع فانتازي خالص، ده اوعى تجيبه. هالاند مش عارف انت ازاي ما معكش هالاند يعني. جافارديول تمام، كل دول تمام، ما عندناش اي تعليق عليهم. وطبعا البارتي فاردي ده حبيب الكل. تعال نبص بقى على اكتر اللعيبه اللي بتتباع، واول واحد ده مضحك فشخ ان هو اكتر واحد بيتباع، واتكنز. حرفيا بجد ضحك قوي. كل اللي بيبيعوا واتكنز او كل اللي بيبيعوا واتكنز مضحكين جدا بصراحه. يعني اوعى صديقي تكون انت منهم بجد. انت ازاي يعني جالك قلب ان انت تبيع واتكنز بعد جوله ارسنال؟ انت هتحتاج ان انت تجيبه. انا واحد ما معيش واتكنز تمام. بعد الجوله الثانيه اللي هو بعد ما ماتش الارسنال يخلص، انا هفكر ازاي ادخل واتكنز فريق على حساب بقى ايزاك، مش عارف هيبقى على حساب مين، بس انا هبقى محتاج واتكنز. من بعد الجوله الثانيه دي خش بص على الجدول. استون فيلا هيبقى عامل ازاي لمده 6-7 جولات، جدول عنب، مفيش اسهل من كده. هو وليفربول. توني طبعا هو كده اصلا مش عارف ليه اصلا الناس اللي كانوا معاهم توني في فريقهم اصلا، يعني انت دخلت ليه بتوني وهو اصلا ما اتدربش في بري سيزون وما كانش. حتى كمان توماس فرانك طلع اتكلم عنه وفي اخبار ان هو كان يروح السعوديه ويروح اهلي جده، فايه اللي يخليك انك تجيب توني؟ تربيير ماشي، بالمر، في كمان بالمر اخبار بتقول ان هو اصابه، فعايزين نتاكد من الموضوع ده. لو اتصاب فانا مش عارف ان هل ده هيأثر على فريق تشيلسي ككل، فنكونكو بقى مش هيبقى ليه لازمه ولا ايه؟ انا بصراحه اصلا لحد دلوقتي نكونكو ما اقنعنيش تماما. لعبوا ماتش في الدوري المؤتمر كان بيقدم ضحك تمام. في الماتش في الدوري بيقدموا ضحك كلهم، بس يمكن عشان قدام السيتي. في البري سيزون كلهم كانوا بيقدموا ضحك، فانا لحد حاليا وقتنا هذا نكونكم ما ادينيش اي دلاله ان انا اروح اشتريه. وجوردن وايزي، اسمع مني يا صديقي وخدها مني كده مقوله دلوقتي وهتقول مروان قال. جوردن وايزي بالذات، ايزي الجوله الجايه ايزي جون واسيست او جون، وجوردن اسيست او جون. لان جوردن الجوله اللي فاتت يعني هو ليه ما عملش حاجه؟ كان فريقهم كان مطلوب منهم واحد فاثر عليهم هو وايزاك، حاجه بديهيه يعني. طيب تعال نبص نظره كده سريعا يا صديقي على الماتشات، ماتش كده سريعا. ابرز اللعيبه المتوقع ان هم يتالقوا في كل ماتش نتيجه ثغرات في كل فرقه. عندك على سبيل المثال في اول ماتش برايتون ومانشستر يونايتد، انا شايف ان مانشستر يونايتد ادائهم الدفاعي السيزون ده اتحسن جدا جامد عن السيزونات اللي فاتت، خصوصا كمان ديليخت معاهم ومارتينيز في حاله كويسه جدا، مزراوي، الكلام ده كله، ففعلا الفريق متماسك جدا السيزون ده عن السنين اللي فاتت في الدفاع. طيب ده هل هيأثر على هجوم برايتون؟ انا شايف ان الماتش هيبقى هجمه هنا. اليونايتد مش عندهم ثغره دفاعيه تقدر ان انت تحددها، اللي هو الناحيه مثلا الباك الشمال اللي هم اللي عندهم ثغره مثلا من ناحيه مزراوي او من ناحيه، لا ما شاء الله حاليا فريق متماسك. ولكن ركز قوي على برايتون الماتش ده وتخليه في الواتش ليست بتاعتك من تي او من تا، سواء كان بتنطقه ازاي، اللي هو ب5.5 مليون، اللي كان اتصاب من الماتش اللي فات وعمل اسيست. هو ما كانش اصابه ولا حاجه، كانت اصابه خفيفه جدا تمام، وهيلعب الماتش الجاي اساسي عادي جدا. فحط عينك كويس قوي عليه ب5.5 مليون، وحط عينك على ميتوما من بعد جوله اليونايتد. لو لقيناهم اتالقوا زي الجوله اللي فاتت، لا يبقى لازم نركز على لعيبه برايتون عشان احنا فعلا مش مدين لهم حقهم. طيب بالنسبه لمانشستر يونايتد، برونو فرنانديز لو معاك سيبه ما تبيعوش الماتش ده، سيبه ما تبيعوش، صدقني هتندم لو بعته. بالنسبه لراشفورد وعماد او اماد ديالو تمام، برده ما تبيعهمش. اماد ديالو اللي ممكن تفكر انك تبيعه سيكا لو كده ماتش برايتون مانشستر يونايتد ده اول ماتش في الجوله، فهيبقى في تسريبات ان عماد ديالو هو اللي هيبقى بادئ ولا جرناتشو اللي هيبقى بادئ. لو عرفت ان جرناتشو اللي بادئ خلاص وقتها على طول بيعه، او لو عندك حد على الدكه نزله مكانه واستنى بقى بعد الجوله الثانيه يكون معاك كده وقتها تبديلتين، تفكر بقى وقتها واحده كده تعمل ايه في تشكيلتك. الماتش الثاني في الجوله كريستال بالاس وويست هام. الماتش ده انا شايف ان هو ماتش هيكون بجد من الحلوات واللطايف اللي انا نفسي استغله الماتش ده، بس انا مش عارف ادخل ايزي في تشكيلتي حاليا. نفسي قوي ايزي يكون معايا في الماتش ده بالذات. فكريستال بالاس انا شايف ان كمان ويست هام الماتش الاولاني قدموا اداء سيء جدا ودفاعهم وحش قوي، وكريستال بالاس كده بتبقى على ملعبهم بيبقوا جامدين جدا مع ماتيتا بقى مع ايزي مع الكلام ده كله. انا شايف ان ايزي الماتش ده كل اللي باعه هيندم. ويست هام لحد دلوقتي ما ادولناش اي اماره ان احنا نجيب منهم لعيب سواء كان في الدفاع او في الهجوم. قدوس، بوين، الناس دول لا نستنى عليهم ونشوفهم هيبقى، خصوصا كمان ان جدولهم صعب. الماتش التالت معانا في الجوله وهو فولهام وليستر سيتي. الناس اللي عندهم روبنسون في الدفاع من فولهام مليون في المية لعبوا. انا عندي روبنسون وهلعبه طبعا، ده ماتش على ملعبه وماتش كويس وسهل.
وليستر سيتي، بس انا مش حاسس ان هو يطلع بيه كلين شيت. يعني انا روبنسون هلعبه على اساس ان انا ممكن استنى منه اسيست، لان هو شفناه كلنا في ماتش اليونايتد الواد ما شاء الله، لولا ان هم بس خسروا كان هو كان راكب البونص، كان مقدم ماتش اسطوري بجد. ولو برده معاك سميث رو فممكن تلعبه جدا الماتش ده، برده هو ده الماتشات اللي انت هتلعب فيها سميث رو. ممكن حد زي ايوبي، زي اداما تراوري، حاجات اللي هي الحاجات الديفرنشال اللي الناس ممكن بيروحوا عليها دي. ان ليستر سيتي ادائهم الدفاعي مش احسن حاجه ومش اوحش حاجه، هو فريق متوسط كده، فممكن برده بيطرح عليه هجمات عادي. وشفناه ان هو على ملعبه قدام توتنهام مع ان هم تعادلوا 1-1 بس كان بيطرح عليهم بهجمات كتير، ومع ذلك ستيف كوبر اداؤه دفاعي ما تعرفش ازاي، بس كان بيطرح عليهم بهجمات. طيب نيجي بقى الماتش المتعه والكل منتظره، اللي معاه هالاند منتظر قوي الماتش ده، واللي مش معاه هالاند منتظر اكتر من اللي معاه هالاند علشان بيدعي ان هالاند يطلع بلانك. بص ربنا يكون في عونك بجد لو مش معاك هالاند الجوله دي. انا مش عارف ازاي ان انت هتبقى قاعد يعني على اعصابك وانت بتتابع الماتش. يعني انا نصيحتي ليك ان انت تفكك من الماتش خالص وتروح تعمل اي حاجه في وقت الساعتين دول بتوع الماتش بجد. الناس اللي عايزين يعوضوا نقط هالاند ممكن تروح تجيب فودن، بس هل فودن يقدر يعوض نقط هالاند؟ مليون في المية لا، بس يعني اللي هو ايه، يعوض لك شويه من نقط هالاند مش كل نقط هالاند. وطبعا لو معاك حد من دفاع السيتي مليون في المية مش محتاج اقول لك انك اكيد تلعبه، يعني دي ابسويتش تاون، وابسويتش تاون ما فيش عليها اي كلام، فربنا يكون في عونهم الماتش ده. الساوث ونوتنجهام، ساوثهامبتون الماتش الاولاني قدام نيوكاسل والله العظيم قدموا ماتش جامد جدا 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 جدا، بس انا نوتنجهام ما بقتنعش بيها خالص. يعني نونو سانتو مع ان انا جبت وود الجوله الاولانيه، انت شفت الجون لسه بتاع وود عامل ازاي؟ وود ده اكتر لعيب مضحك شفته في حياتي، لعيب فينيشر جامد وكل حاجه، بس اكتر لعيب شفته مرزق في حياتي. دايما بيجيله الكرة الجون فاضي مفيش اي حد بيحط على طول، وتلاقيه طلع لك ب 13 نقطه و25 بونص، هو الواد كده على طول مرزق جدا. فماتش ساوثهامبتون انا شايفها على ملعبها هتقدم ماتش دفاعي كويس جدا. يعني انا مش شايف ان الناس، اصل في ناس شفت الناس كتار بيتكلموا على تويتر اللي هو خلاص بقى اجي العب وود والعب جيبس وايت وماتش سهل وساوثهامبتون وبتاع. لا انا شايف ان ساوثهامبتون الماتش ده الماتش اللي فات بتاع نيوكاسل هتديهم دفعه معنويه جامده جدا اللي هم اللي عملوه. وبعد ما خلص الماتش جمهورهم كلهم بيتكلموا ان الماتش كان جامد جدا من فريقهم وكانوا حيوا المدرب بتاعهم. فانا شايف ان الماتش ده هيكون صعب لنوتنجهام. فساوثهامبتون ركز قوي على ارمسترونج الجوله دي لو اتالق نبتدي بقى نفكر فيه فعلا. ارمسترونج انا شايف ان هو هيتالق لان الدفاع عن نوتنجهام وحش جدا، ولو معاك وود من نوتنجهام لعبه، مش هقول لك ما تلعبوش مليون في المية لعبه، ده لعيب مرزق، ده ماتش سهل ممكن تلاقيه يسجل جونين قدام السيتي. الجون فاضي ايدرسون كان بيشرب ميه فالجون فاضي فراح وود حطها وخلاص، هو وود فعلا بتاع الاجوان دي. طيب الماتش بقى الاخير اللي هو الساعه 5 في يوم السبت بتاع توتنهام وايفرتون، الماتش ده انا شايفه بنفس سهوله ماتش السيتي وابسويتش تاون في حاله ان سولانكي يلعب. طلع اخبار قبل ما اصور الحلقه واخبار حرفيا قفلتني، كنت متوقع جدا ان سولانكي لو لعب كنت بفكر جديا ان انا اكابتنه وما كابتنش هالاند، لان الدفاع بتاع ايفرتون طلع شون دايتش في المؤتمر وقال كل تقريبا ما فيش اي حد في الدفاع هيلعب، اللي هو شون دايتش هو هيلم اصحابه وينزلوا يدافعوا، ما فيش اي حد هيلعب في الدفاع عندهم اساسي. فدي حاجه تخليك ان انت تتغر ان انت تروح تكابتن سولانكي. لو ما كانش الدفاع، لو الدفاع بتاع ايفرتون كان كله موجود وسلام والدنيا كانت تمام بالنسبه لهم، لا كنت مليون في المية الكابتنه محسومه لهالاند. لكن جدا لحد وقتنا هذا بفكر بنسبه 80% لو سولانكي طلع اخبار بوستيجوجلو طلع في المؤتمر النهارده وقال ان هو خلاص هيلعب يعني سولانكي، لا انا بنسبه كبيره قوي بفكر ان انا اكابتن سولانكي وهديها واحده بجد بقى لسه لو صابت معايا انا هطير جامد قوي، ولو خابت معايا مش محتاج اقول لك بصراحه ان انا هعمل ايه. يعني هقفل القناه وهقفل الاكونت وهقفل كل حاجه وهعتزل اللعبه خالص. كمان بيدرو بورو، تمام، بيدرو بورو المتوقع ان هو في الماتش ده بالذات كلين شيت مع اسيست، يعني انا شايف كده كلين شيت متوقع بنسبه 99% لتوتنهام. ايفرتون بيقدموا ضحك كروي في الهجوم، فبيدرو بورو او معاك اي حد من دفاع توتنهام لعبه، او دفاع توتنهام مش حلو برده كل حاجه، بس لا هو هجوم ايفرتون سيء جدا. بيدرو بورو وكمان سون اللي الناس اللي معاهم سون يديله فرصه اخيره الماتش ده. لو سون فضل يلعب اللي هو يخدم على ماديسون ويخدم على سولانكي ويبقى بعيد عن المرمى، لا زحلقه على طول ونفكر وقتها في اختيار زي ماديسون. اخر ماتش بقى يوم السبت الساعه 7:30 وده ماتش القمه في الجوله وهو استون فيلا والارسنال. استون فيلا ادائهم طبعا مش محتاجين نتكلم عنه، والارسنال الله اكبر عليهم. فماتش دايما استون فيلا والارسنال ده بيبقى دايما ماتش كده مع اقرب سيكه للارسنال، يعني دايما ماتش حرفيا بيقفلنا من السيزون كله. انت لو معاك حد من روجرز مثلا روجرز او واتكنز لعبهم الماتش ده. ادائنا الدفاعي ما شاء الله جامد جدا وكل حاجه، بس دايما احنا عقدتنا استون فيلا بقالها كام سيزون، تمام، وبالذات اوناي امري.
فلا، لو معاك حد من هجوم استون فيلا لعبه، مش تقعده على الدكه، خصوصا روجرز بيلعب مهاجم تاني جنب واتكنز، ما بيلعبش وينج خالص ولا بيلعب صانع العاب، يعتبر بيلعب مهاجم تاني. فلا، في خطوره ان هو ممكن يعمل حاجه. نفس الكلام واتكنز، اكيد هو المهاجم بتاعهم، فاكيد ممكن يعمل حاجه. عندك بقى من الارسنال، لو معاك حد من دفاع الارسنال، فانا شايف لو في حد عندك على الدكه ان انت تلعبه اساسي مكان دفاع الارسنال، لعبه، عشان متوقع بنسبه كبيره ان للاسف يعني، وحسب الله ونعم الوكيل، ان الارسنال هيضيع منهم كلين شيت الماتش ده. اليوم الاحد بقى، وثلاث ماتشات، ماتشين في نفس الوقت، هما نيوكاسل وبورنموث وتشيلسي وليفرهامبتون. نيوكاسل وبورنموث كلنا معانا ايزاك، فمليون في المية نلعبه اساسي، ولكن ما بنفكرش ان احنا نكابتنه، عشان شفت ناس بيتكلموا على كابتنة ايزاك، مع ان يعني ما هو ما ادلناش دلاله ان الماتش اللي فات ان هو متالق فورمه، يعني هو طلع باسيست وكل حاجه، وعشان ظروف الماتش زي ما اتكلمنا، ولكن لا يعني كفايه ان ايزاك تلعبه اساسي. لو معاك حد من دفاع نيوكاسل قعدهم دكه، لان بورنموث على ملعبهم بيبقوا كويسين جدا في الهجوم، ومش معاك فخلاص لعبهم بقى، ولعل عسى ان هم ممكن يطلعوا لهم بكلين شيت ويقفلوا وخلاص. بورنموث فما فيش اي كلام على بورنموث طول السيزون، ان هم حرفيا ادائهم هم الهجومي كويسين على ملعبهم وكل حاجه، بس ما فيش عندهم اللعيب الفذ ان احنا نروح نجيبه بعد سولانكي، فخلاص بورنموث هتبقى فاكس بالنسبه لنا طول السيزون، الا بقى لو عملوا صفقه في يناير. بالنسبه لتشيلسي وولفرهامبتون، فبالمر كده هنزحلقه تقريبا خلاص، هو اتصاب الناس اللي معاها بالمر. وبالنسبه لنكونكو، ده اخر ماتش لنكونكو، سواء بقى كان هيلعب اساسي فما عملش حاجه فنزحلقه، او سواء كان على الدكه، وده وارد انه ممكن يكون على الدكه عشان هو لعب ماتش في المؤتمر اللي هو يوم الخميس، وكان بيقدم ضحك اساسا. انا شايف ان الماتش ده ولفرهامبتون فهتبقى عايزه تعمل رده فعل هجوميه، فانا شايف ان هتسجل في تشيلسي بالاداء الدفاعي المضحك، وتشيلسي برده هتسجل عشان ولفرهامبتون برده ادائها الدفاعي مضحك. فالماتش ده هيبقى فيه اهداف من هنا واهداف من هنا، فممكن يخلص حاجه زي تعادل ايجابي 2-2 او حاجه. فانا شايف ان الماتش ده من الاخر يعني خلاص، عشان ما نهريش كتير، انه مش هيكون فيه استفاده فانتازيا بالنسبه لي. يجي بقى الماتش الاخير، وهو برينتفورد وليفربول. الماتش على ملعب ليفربول، والعقده دايما لمو صلاح ان هو دايما في الجوله الثانيه ما بيسجلش خالص. فهل ده يكون ليه مدلول سيكا ان صلاح ممكن ما يعملش حاجه الجوله الثانيه؟ انا شايف ان الارقام دي بصراحه لا تدل على يعني على الواقع خالص، يعني دي ارقام، يعني هل مثلا صلاح عشان ما سجلش الجوله الثانيه فمش هيسجل الجوله دي؟ فعادي، ما ممكن يجي له بيلين مثلا فيشوطها فيسجل عادي، يعني مش هيضيعها قصد عشان يقول لا انا ما بسجلش الجوله الثانيه. انا عارف ان ديجو يوتا الجوله الثانيه لما يجيب له جون ويكون اسيست صلاح، ناس بس خلاص كلهم هيقولوا ده كده صلاح وديجو يوتا مع بعض عاملين حاجه كده زي سون وكين مع بعض، فلا يروحوا يجيبوا صلاح ويوتا مع بعض، خصوصا يوتا ب 7.5 مليون، او غالي غالبا 100,000 او حاجه، بقى ب 7 و6 او حاجه. تمام. بالنسبه لدفاع ليفربول، فانا شايف ان يعني الماتش ده بيبقى دايما توماس فرانك قدام الفرقه الكبيره بيعرف يلعب قدام الفرقه الكبيره جدا، خصوصا اللي بتبقى بره ملعبه. انا شايف ان توماس فرانك اللي هو برينتفورد بيلعبوا بره ملعبهم قدام الفرقه التوب 6 احسن بكتير ما بيلعبوا على ملعبه، بيقفلوا الدفاع على طول، بيلعبوا على الهجمه المرتده. عندك بقى ويسا وميويمو مع بعض قدام الاثنين في الهجوم طايرين على طول، ويقفلوا ورا بالتسعه اللي ورا خالص. لو برينتفورد بلعت جون في اول الشوط، اعرف ان الماتش ده هيخلص 3-4 ليفربول. دايما برينتفورد اول ما بتبلع جون في اول الماتش بيفتحوا خالص، ما بيعرفوش يدافعوا وما بيعرفوش يهاجموا، فتلاقيهم ان هم مش عارفين يظبطوا الهجوم، مش عارفين يظبطوا الدفاع، فالدنيا باظت منهم خالص. لو الماتش خلص الشوط الاولاني 0-0، اعرف ان الماتش ده هيكون ماتش قفيل، وهيخلص واحد بالكتير ليفربول، او هيخلص 0-0 زي ما هو. كابتنة صلاح ممكن ما تكونش مغريه قوي بنسبه 100% لسبب واحد بس، لان لسه بقول لك ان يعني البرينتفورد اللي هو انت مش عارف الماتش ده هيعمل ايه، انت هتبقى قاعد مستني ان هم يبلعوا جون في الاول الشوط، يا اما لو خلص الشوط الاولاني 0-0 فانت هتبقى عارف ومتاكد ان صلاح مش هيعمل حاجه طول الماتش، لان برينتفورد دايما كده. فيعني مش حاسسها قوي كابتن صلاح، حتى كمان عشان الجوله الثانيه، فالاحصائيه دي برده بتخوف سيكا. بس يعني لا، انا شايف ان سولانكي لو هيلعب اساسي، لو مش هتكابتن هالاند، رقم 2 على طول بالنسبه لك، روح مليون في المية لسولانكي على طول من غير ما تفكر، هو سولانكي تكابتنه لو مش هتكابتن هالاند. طيب ورينا بقى مروان تشكيلتك النهائيه بتاعت الوايلد كارد، هتعمل ايه وهتجيب مين وهتكابتن مين؟ تشكيلتي النهائيه يا صديقي بنسبه 90%، مش نسبه 100%، عشان في حاجات كتير جدا محتار فيها وبرده هاخد رايك فيها. في الدفاع او في حراسه المرمى جايب رايا وورد، انا لازم اكفر حد من دفاع الارسنال، قررت ان انا اجيب ارنولد لا غنى عنه بالنسبه لي، وجبت رايا في الجون. الثلاثه في قلوب الاثنين التانيين في الدفاع روبنسون تمام، وهاروود هلعبه اساسي ممكن الجوله دي. معايا لوكاس دين من بعد الجوله الثانيه اللي هي جوله الارسنال جدولهم عسل قوي ولوز قوي، فانا عايز استغل حد من دفاع استون فيلا الفتره دي، مش ان هم جامدين جدا في الدفاع، بس بعد جوله الارسنال ادائهم الدفاعي المفروض ان هو يتحسن، او ان هم يطلعوا بكلين شيت على الاقل ماتشين 3 من الماتشات اللي جايه، علشان بيلعبوا فرق ميته وكمان على ملعب استون فيلا. وكمان لوكاس دين
اكتر واحد في الفئه السعريه بتاعت 4.5 مليون بتاعت استون فيلا ان هو وارد ان هو يعمل حاجه كاسيست او جون او حاجه، عشان هو بيلعب باك شمال على طول. فانا جبت لوكاس دين ومعاه جونسون ومعاه هارود، فتمام. نخش بقى على نص الملعب. انا جايب بقى صلاح، دييجو، يوتا، الاثنين مع بعض. دايما بكلمك عن الاثنين دبل هجومي من ليفربول بالذات الخمس جولات الجايين دول. فصلاح ويوتا اضمن اثنين ان هم يلعبوا اساسي الفتره الجايه. صلاح مليون في الميه طبعا، بس انا بتكلم على يوتا ان هو اضمن واحد ان هو يلعب اساسي ويلعب كمان مهاجم مش بيلعب وينج. ومنتي اللي قلت لك عليه ب5.5 مليون من برايتون، انا قررت ان انا اجيبه الجوله دي. مش مستنظر منه حاجه قوي بصراحه قدام مانشستر يونايتد، بس انا مستني اشوف لعبه عامل ازاي. الواد لو فضل خطير كده على المرمى وبيلعب على طول وبيخش على طول اجريسيف على الجون على طول، فهثبت على قراري وهيفضل معايا منتي تقريبا طول السيزون، الا بقى لو اتصاب او حاجه. ومعايا روجرز من استون فيلا وبلعبه اساسي للاسف. ويعني لو هنخسر، يعني لو الارسنال هتخسر فخلاص يا رب روجرز هو اللي يجيب الاجوان، لو هنكسب فيا رب روجرز ما يعملش حاجه يعني. خط نص خامس وينكس ب 4.5 مليون. الهجوم بقى الثلاثه هالاند، ايزاك، لا خلاف عليهم، تمام. المهاجم الثالث وهو هافرتز. هافرتز بقى الفكره هنا ان انا محتار ان انا اجيب هافرتز، تمام، ولا انا دلوقتي سبت هافرتز ليه؟ انا عايز اجيب سولانكي الجوله الجايه دي. لو سولانكي طلع ان هو اساسي ان هو هيلعب فمليون في الميه هجيب سولانكي حتى لو على حساب هالاند. انا عايز اجيب سولانكي الجوله دي، انا شايف ان الجوله دي سولانكي هو هيتالق فيها. فممكن مش عارف على حساب ايزاك. طب ايزاك ماتشه مش صعب، بورنموث قوي. مين بقى ماتشه سيكا صعب من الثلاثه الهجوم؟ هافرتز قدام الارسنال قوي، وحتى كمان بص يعني هافرتز قصدي قدام استون فيلا قوي. وحتى كمان بص هافرتز من بعد الجوله دي، من بعد الجوله دي عنده مين؟ برايتون على ملعبهم فماتش سهل، تمام. من بعد بقى برايتون توتنهام قوي، مانشستر سيتي قوي، فماتش يعني استون فيلا قوي، توتنهام قوي، مانشستر سيتي قوي. يعني من 3 جولات من ال4 جولات اللي جايين ماتشات صعبه. في ظل برضو ان سولانكي الماتشات بتاعه توتنهام من بعد ماتش ايفرتون على ملعبهم ماتشات برضو صعبه. بس انا عايز استغل اول سولانكي الماتش الجاي ده بالذات، اللي هو حتى لو هجيبه بس جوله واحده عايز استغله اول ماتش الجاي ده، وبعد كده بقى هجيب هافرتز. بس المشكله ان انا لو عملتها انا معايا بالظبط 500,000 من الباقيين في البنك، تمام. لو مشيت هافرتز هجيب سولانكي اللي هو بكام؟ ب7.5. فوقتها هيتبقى لي 500,000 علشان بقى ارجع اجيب هافرتز تاني. فهافرتز وقتها هيكون وقتها ب8.1، فاللي هو وقتها هيغلي 100,000. انا مش عارف بقى ال 100,000 دي اعرف اوفرها ازاي. فدي بالنسبه لي هتبقى معضله جامده جدا، مش عارف اوفرها ازاي. موضوع التغير في الاسعار ده حرفيا بيقفلني قوي. يعني انا عشان ارجع اجيب هافرتز تاني لازم اسلب، او لازم بقى اشوف اعمل ايه علشان ارجع هافرتز تاني، او استنى الجوله اللي بعدها علشان يكون معايا تبديلتين، فعشان ما اعملش سالب. وعلشان كمان وقتها هرخص من واحد، افضل ادور على واحد في التشكيله كلها ارخص منه 100,000 بس عشان اجيب هافرتز. بس دي حلاوه الفانسي عامه يعني. وبس كده صديقي، دي كانت كل حاجه معانا في الحلقه النهارده. فيا رب تكون الحلقه عجبتك، ويا رب تكون انت لميت افكارك كلها وعرفت ان انت هتعمل ايه واستقريت على ايه الجوله الجايه. وقول لي ان انت هتكابتن مين. انا عامه الكابتنه بتاعتي تبقى رايحه ما بين هالاند بنسبه يعني لحد حاليا 50%، 50% التانية ما بين سولانكي. لو سولانكي استقر وبوستجول وطلع قال ان هو هيكون اساسي فهتبقى الكابتنه بنسبه 70% لسولانكي و30% لهالاند. مع ان هالاند ماتشه سهل جدا ومش هكون انسان محنك، وهكون قاعد مليون في الميه مرعوب ان هالاند يجيب اكتر من سولانكي. انا ما عنديش اي مشكله ان هالاند مثلا يكون جاب له جولين وسولانكي يجيب له هاتريك، او سولانكي يجيب له جولين زيه، ما عنديش اي مشكله. لكن سولانكي يجيب اقل من هالاند فدي حاجه هتزعلني جدا، او لو ما عملش حاجه خالص فدي حاجه هتقفلني جدا. فده كان كل حاجه معانا في الحلقه النهارده. فيا رب تكون الحلقه عجبتك، وان شاء الله اشوفك في حلقه جايه في صياح الجوله او افراح الجوله على حسب الجوله بقى. يا رب تكون افراح الجوله، ويا رب اشوفك على خير ان شاء الله الجوله الجايه. وسلام.